بعد 55 يوم جواز، بعد الفرح الأسطوري اللي اتعمل واتحكى عنه في كل حتة ومتكلف 4 مليون ونص، بعد سجدة الشكر اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا والناس كلها اتكلمت عنها، وفي اللي أيد وفي اللي اختلف وفي اللي انتقد وفي اللي سخر من الموضوع، نتفاجئ بمرات حسن شاكوش بتقدم فيه بلاغ في اسم شرطة أكتوبر بتتهمه فيه بالسرقة والضرب والطرد. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل والقناة هتكبر بيكم ومعاكم. 55 يوم مروا على جواز حسن شاكوش، 55 يوم ما كملوش شهرين، والدنيا كلها كانت بتتكلم على الفرح وعن اللي حصل في الفرح وعن غيرة حسن على مراته وحب ريم لحسن، والدنيا كلها كانت مقلوبة. فجأة امبارح اتفاجئنا ان الدنيا اتقلبت والدنيا كلها بتتكلم. ايه اللي حصل؟ ريم مرات حسن شاكوش اتقدمت ببلاغ وعملت محضر في اسم شرطة اكتوبر ان حسن طردها من البيت حافية وبهدوم البيت، ومش بس كده، لا ده كمان سرق وصل الامانة اللي فيه مؤخر الصداق بتاعها، سرق المنقولات بتاعتها، اخد ذهبها. طيب ايه اللي حصل وايه الاسباب؟ ناس تقول عشان برنامج بسمة وهبة واللي قاله شيخ العرافين بسبب السلسلة اللي لابسها ومش بيقلعها ومين جايبها له، او بسبب الفيلا اللي عنده في التجمع وان هو كان متجوز فيها او هو متجوز فيها. وطرف تاني يقول لا اصل هي اكتشفت ان هو بيخونها. طرف تالت بيقول لا ده هو اكتشف انها كانت متجوزة قبله. طب يا جماعة العقل بيقول ما هي لو متجوزة قبله، يوم ما هتيجي تتجوزوا المأذون هيطلب قسيمة الطلاق من الزوج الأولاني، يعني مستحيل تكون اتجوزت وهو ما يعرفش انها متجوزة قبل كده. ايا كانت الأسباب، أنا مقتنعة وعندي قناعة شخصية ان ما وراء الأبواب وما خلف الأبواب هو أكتر بكتير من اللي بيبان على السوشيال ميديا. بمعنى ان البيوت أسرار، مهما شفنا على السوشيال ميديا في أسباب ما يعلمهاش غير الطرفين والناس القريبين منهم. دي حاجة. تاني حاجة، ده يثبت لنا ان احنا ما نتغرش في اللي بيحصل قدامنا واللي بيحصل قدام الكاميرات من حب ولفلفة وكلام جميل كل طرف بيقوله في حق التاني. 55 يوم في عمر الجواز هو اصلا مش عمر اساسا، ده هم لسه كأنهم بيتعرفوا على بعض. ايه اللي تم في 55 يوم؟ طب نستنى حتى لما ال4 مليون ونص بتوع تكلفة الفرح يبردوا شوية. المفروض ان في ال55 يوم دول كل طرف بيحاول يبين على قد ما يقدر هو قد ايه بيحب الطرف التاني، بيحاول يبذل قصارى جهده عشان يسعد الطرف التاني. المفروض ان انتوا زي ما بيقولوا كده في شهر العسل، ده الناس بيعدي عليها سنة ولحد اول بيبي يقولوا ده هم لسه في شهر العسل. اوام كده زي بتوع السيما 55 يوم. في النهاية الوسط بتاع الفنانين مفيش فيه غير فلانة اتطلقت، فلانة اتجوزت، فلان اتطلق، فلان اتجوز فلان وفلانة، وهي دي قصص الوسط الفني. حسن شاكوش كان عنده حفلة، وبعد الحفلة طلع منها اتفاجئ ان الدنيا مقلوبة. طلع قال كلمتين ما كترش فيهم، قال انا مش هتكلم لان هي لسه مراتي، برغم اني انا اتضريت انا واهلي والناس اللي بيشتغلوا معايا من البروباجندا اللي حصلت او من البلبلة اللي حصلت. وفي نفس الوقت انا مش هقدر اتكلم لان السكوت في الوقت ده هو من ذهب. السكوت افضل والحمد لله على نعمة السكوت. معاك يا استاذ حسن في اللي انت بتقوله، بس الحتة اللي ما ينفعش تتعمل ان انت تطرد مراتك بره البيت بالليل حافية وبهدوم البيت. يا اخي اعتبر ان اختك اللي في المشكلة دي، مش موقف يصدر من راجل ابدا، راجل شرقي عنده نخوة عنده كرامة، انه يطرد حتى ولو حد غريب من بيته ست. في الوقت ده ما كانش ينفع نهائي يحصل كده ايا كانت الاسباب وايا كانت المعارك اللي بينكم. لو مقطعين بعض المفروض حضرتك هتقول لها استني للصبح، هتتصل بحد من اهلها يجي ياخدها لو انت مش طايقها في البيت ثانيه واحده بعد اللي حصل بينكم ايا كان هو ايه. فطبعا رد فعلك ما كانش حلو خالص، بس هنقول قدر الله وما شاء فعل، وفي انتظار الجديد لان اكيد في جديد
الموضوع ما انتهاش على كده. ناس كتير قالت لها طب انت سكتي ليه وصبرتي ليه لما هو في مشاكل من بدري؟ قالت كان عندي امل ان هو يتصلح. اكتر كلمة ضيعت 3/4 ستات وبنات مصر. ده انا كنت مستنية انه يتصلح. اللي عايز يتصلح بيبقى متصلح من البداية، ما بيجيش بعد الجواز وبيتصلح. على العموم احنا في انتظار الجديد، واي جديد هيصدر اكيد هننزله على القناة هيتعرف في الدنيا كلها. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، عشان دعمكم هيشجعني ان اكمل والقناة تكبر بيكم ومعاكم. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.